الرموش الصناعيه والاكستنشن دمر رموشك ما عادتش بتطلع اساسا، تعالى اقول لك ايه هو الحل. كتير من البنات بتشتكي لي تقول لي يا دكتور ملامحي مش باينه اساسا من كتر ما رموشي مش موجوده او حواجبي حتى مش موجوده، وبيضطروا كتير ويلجأوا ان هم يركبوا الرموش الصناعيه طبعا من نصايح صحباتهم وكده، يقولوا لي انا مش قادره استغنى عنها لان شكلي من غيرها وحش قوي، وطبعا ده بيؤدي ان حتى لو كانت رموشي خفيفه فانت بتدمريها تماما، ومع العلم انك تعالجيها ده ابسط حل ممكن بدل ما تقعدي تسلقي الموضوع كده كل شويه. طيب نعمل ايه يا ترى؟ اول حاجه لازم ان انت تبطلي تستخدمي الرموش الصناعيه دي تماما تماما تماما. تاني نقطه لازم توقفي او تقللي من استخدام الميك اب في المنطقه اللي حوالين العين، لانه طبعا من اهم الاسباب اللي بتؤدي برضه لضعف البصيلات بتاعه الرموش او الحواجب. ولكن اهم نقطه انك لازم تلتزم بنظام غذائي ونظام صحي، سواء انك تحافظي على نومك مش اقل من 8 ساعات في اليوم او 7 ساعات في اليوم. تاني حاجه طبعا لازم تهتمي باكلك الصحي وتحافظي انك تاخدي بعض الفيتامينات اللي هتزود الغذاء الواصل سواء لبصيلات رموشك او بصيلات حواجبك. لكن اهم خطوه في مرحله علاجنا انك لازم تستخدمي علاجات موضعيه او مسكرات طبيه تكون خاليه تماما من اي زيوت، لان الزيوت ليها مشاكل خطيره جدا لعينيكي، سواء انها تعمل تقرحات في قرنيه العين او انها تعمل التهابات واكياس دهنيه في جفن العين. اثبتت الدراسات ان ماده الجي بي 4 جي وماده الفايبر هانس هم احدث مادتين لعلاج سواء تساقط الشعر او الرموش والحواجب، وده عن طريق ان هم بيعيدوا بناء الروابط مره ثانيه في الرمش نفسه، وبالتالي هتلاحظي ان هم فرقوا كتير قوي سواء في طول او سمك او حتى كثافه رموشك وحواجبك. ومن اكتر المسكرات اللي جربتها مع البيشنت وجابت نتيجه كويسه قوي كيرا هير لاش سيرم، والميزه فيها انها زي ما قلنا خاليه تماما من اي زيوت، فمش هيكون لها اي اثر جانبي، وفي نفس الوقت غنيه باعشاب كتير قوي زي سوبالميتو، روزماري، جينكو بايلوبا، في نفس الوقت غنيه باهم مادتين هما الفايبر هانس والجي بي 4 جي زي ما اتفقنا. تستخدميها مره يوميا سواء على رموشك او حواجبك وهتلاحظي نتيجتها في خلال 10 ايام بس، نتيجه واضحه جدا، وهتقدري انك تبطلي الرموش الصناعيه تماما باذن الله. ولو عايزه تعرفي معلومات اكتر سيبي كومنت او ابعتي لنا على رساله الصفحه وبس كده.